صراع الصدارة يشعل مواجهة قطر والبحرين. يلتقي منتخب قطر ونظيره البحريني اليوم الثلاثاء في تمام 6:15 مساء على ملعب الميناء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي خليجي 25، والتي تستضيفها العراق. ويسعى منتخب قطر لتحقيق الفوز على البحرين في مباراة اليوم للانفراد بصدارة المجموعة الثانية والتأهل إلى دور المقبل. وكان منتخب قطر استهل مشواره في خليج 25 بالفوز على الكويت بهدفين دون رد. وقال برونو بريني المدير الفني لمنتخب قطر خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة البحرين: الفوز في اللقاء الأول لا يعني التأهل فقط، نفكر في لقاء البحرين ونأخذ كل لقاء على حدة. الفوز في اللقاء القادم هو ما نركز عليه. على الجانب الآخر يطمح منتخب البحرين في مواصلة انطلاقته القوية في رحلة الدفاع عن لقب كأس الخليج العربي بخطف نقاط المباراة الثلاث من قطر والتربع على صدارة المجموعة. وفاز منتخب البحرين على الإمارات 2-1 في افتتاح مشواره بكأس خليجي 25. ويحتضن ملعب الميناء في مدينة البصرة العراقية مباراة قوية تجمع بين منتخبي قطر والبحرين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي خليجي 25، والتي تستضيفها العراق خلال الفترة من 6 وحتى 19 من يناير 2023. وتقام المباراة ضد البحرين عند 6:15 مساء اليوم الثلاثاء، وتذاع على قناة دبي سبورت، وكذلك الكأس 1 اتش دي إلى جانب أبو ظبي سبورت والقناة المفتوحة بين سبورت. المجموعة الثانية من خليج 25 تضم إلى جانب قطر والبحرين منتخبي الإمارات والكويت، ما يجعلهما مجموعة مرتفعة للغاية جماهيريا. وبدأ منتخب قطر البطولة بأفضل طريقة بعدما حقق الفوز على حساب الكويت بهدفين نظيفين، كما تمكن منتخب البحرين هو الآخر من الفوز على منتخب الإمارات بهدفين